مشاهدينا الكرام، في هذه الفترة القليلة التي ألتقيكم فيها نتحدث عن حزب الله ودوره، بدلا من أن يوجه كل طاقاته، وهو المقاوم وهو الممانع وهو الذي يدعي البطولات. بدلا من أن يوجه كل هذا إلى الداخل الإسرائيلي الصهيوني، وجهه إلى الداخل السوري للأبرياء والأطفال والنساء وكذلك الأبطال السوريين العزل. مشاهدينا الكرام، قبل أن نتحدث عن ذلك الحزب وعن أمينه الذي صدع رؤوسنا ليلا ونهارا بالمقاومة وحقيقة هذه المقاومة وفضحه أمام العالم بأسره، نشاهد تقريرا حول ردود الأفعال من الإخوة السوريين أنفسهم حول خطاب حسن نصر الله. كأنه حائر فيما يمكن أن يقال، خرج أخيرا ليتحدث عن سوريا. في الوضع السوري، موقفنا من الوضع في سوريا وما يجري في سوريا أنا سأكون صريحا فيه وواضحا جدا. من جملة النقاط الأساسية اللي ننطلق منها بالموقف أن القيادة السورية مقتنعة مع شعبها بلزوم الإصلاح ومحاربة الفساد وفتح آفاق جديدة في الحياة السياسية السورية. عنصر آخر أن كل المعطيات والمعلومات حتى الآن، شو بدي باللي بيحكوها الفضائيات العربية، ما زالت تؤكد أن الأغلبية من الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا النظام وتؤمن بالرئيس بشار الأسد وتراهن على خطواته في الإصلاح. كان صريحا وواضحا بالفعل، فقد أعلن دعمه الصريح لما يفعله بشار الأسد، متحدثا نيابة عنه أن الأخير ما زال يريد الإصلاح، بل بلغت به الصفاقة أن تحدث نيابة عن الشعب السوري، فأكد أن غالبيته تؤيد بشار، فكأن الآلاف الذين يخرجون كل يوم مطالبين بإسقاط بشار وعصابته أشخاصا غير مرئيين لم تلحظهم أعين نصر الله وحزبه العمياء بازدواجية المواقف والكيل بمكيالين. سيتمنى حسن نصر الله لو لم يقل تلك الكلمات، فردود الأفعال على خطابه حول سوريا فاقت كل التوقعات. خرج السوريون في تظاهرات غاضبة، مزقوا صور حسن نصر الله وأحرقوها ووطئوها بالأقدام، مكيلين له السب واللعن في رد واضح وصريح على ترهاته وافتراءاته. هذا رد أهل دوما، هذا رد أهل دوما حسن نصر الله. هذا المجرم مخربين شاطئ البحرين كان معه 1500 شهيد. هذا من 1500 شهيد، وين من 1500 شهيد سوريا. بل إن الردود لم تخلو من الضرب بالأحذية على غرار ما كان يفعله الثوار في مصر وفي ليبيا. أما في حوران فقد خرج الثوار يعلنون ردهم على ما قاله نصر الله بكلمات غاضبة ذكروه فيها بحقائق ربما غابت عنه. أحب أن أتوجه بكلمة إلى السيد حسن نصر الله الذي لم يعطي لاسمه حقا. نقول له نحن في حوران الأبية، في حوران الكرامة، وباستعان بيت رسول الله وهو يعلم ذلك، لأنه دائما يتاجر بهذا الاسم ويتاجر بانتمائه إلى بيت رسول الله. نقول له نحن أبناء قريش
أخذت المقاومة لأجل تحصيل الجاه، والشعب السوري يحرص كل الحرص على أن يعيد نهج المقاومة إلى طريقها الصحيح، الطريق الذي لا جاه فيه ولا سلطان. لم يقتصر انتقاد حسن نصر الله على إحراق الصور وتوجيه الكلمات الغاضبة، بل لجأ بعض السوريين إلى ابتكار لعبة للسخرية من حسن نصر الله أفرغوا فيها ما اعتراهم من غضب وسخط على ما قاله بحق الشعب السوري. الانتقادات لم تأتي من السوريين فحسب، بل جاءت من شخص آخر لا ينتمي هذه المرة لأي تيارات إسلامية ولا يحزنون. إنه الشاعر أحمد فؤاد نجم الذي طالما تغزل في حسن نصر الله، لكن في مرحلة ما قبل الخطاب المشؤوم. السيد حسن نصر الله، ايه انت عاجبك اللي بيعملوا البعث السوري ده في الشعب السوري؟ اللي بيحصل ده ينفع اي حد يقف يسنده؟ الصهاينه انت احتكيت بيهم واقدر ناس الصهاينه بيعملوا كده في الفلسطينيين؟ معقول يا سيد حسن اللي بيعمله الدكتور طبيب العيون في الشعب السوري؟ معقول السحل ده واللي بيضربوا المتظاهرين اللي ماشيين في الشارع بمدافع الدبابات ده جنان؟ حد يقف جنب ده؟ حد يأيد ده؟ ردود فعل غير متوقعة تلك التي توالت بعد خطاب نصر الله الأخير والذي تطرق فيه إلى الشأن السوري، ردود فعل ربما لو تنبأ بها. شاهدنا مشاهدينا الكرام يعني تلك الفضيحة الكبرى، يعني هم دائما وفي الفترة الأخيرة ومنذ أن بدأت صفا وأخواتها يعني في فتح ملفهم ويعني فتحهم فيما يدعون لأنفسهم من ممانعة ومقاومة، وهم دائما من كلامهم يفضحون أنفسهم. فهم إذا ما قالوا خطاب أو قالوا كلاما اترك هذا الرجل يتحدث، اعلم أن أول كلامه ينقض أوسطه وأوسطه ينقض آخره، والمسألة كلها بالنهاية ستجدها في اختلاف كثير يعني، وكلها تخبط وكلها ليس بها رؤية واضحة سياسية. يعني لا تعليق على التقرير الذي رأيناه فهو واضح للعيان، ولكن ما أقوله في هذا السياق أنه قال إن الأغلبية ما زالت تؤكد وتسير خلف بشار الأسد. يعني يبدو أنه يردد ما يقوله الإعلام السوري من أن المظاهرة فيها 15 واحد وغير ذلك مما نسمع من طالب إبراهيم وغيره من الأفاقين. كذلك يعني وليه الفقيه يعني لا يستغرب أن يرسل حسن نصر الله يعني جنوده ليقاتلوا السوريين، لأنه هو مسكين قال قبل ذلك وأنتم تعلمون وقد أذعت في برنامج لي وجها لوجه، قال إنني تابع للولي الفقيه المبرئ للذمة الملزم قراره. فخامنئي بالنسبة لحسن نصر الله هو الإله، لأن خامنئي نائب عام عن الإمام المهدي في سردابه في سامراء، ويعني طالما أنه نائب عن الإمام والإمام له صلاحيات الإله إذن خامنئي نائب عن الإله، فقراره بالنسبة للسيد حسن نصر الله ملزم، وكذلك يعني هو مبرئ لذمة حسن نصر الله. يعني